أصدقائي في برنامج كاتب وكتاب مع الدكتور إبراهيم حنفي. أصدقائي الحلوين، أصدقائي الطيبين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب، ونتعرف بأصدقائنا الجمال جدا جدا وهنشوف منهم معلومات حلوة جدا جدا. يلا، اسمك؟ أسيل خالد. آسر أحمد. يعني أسير وآسر، يعني نشوف مين في الأول. لكن النهاردة المدرسة عملت رحلة جميلة إلى متحف الحضارة، وبالمناسبة إن النهاردة الأطفال انتشروا في المتحف، شافوا الملوك والملكات، وقفوا عند كل ملك وعملوا حوار معاه. أول واحد سمعوا مزيكا وطبل وزمر وحاجة كده، يعني حاجة جميلة. وقفوا جنب الملك رمسيس. أتاري اليوم النهاردة 22 أكتوبر اللي هم راحوه في تعامد الشمس على رمسيس. قالوا له احنا بنسمع عنك يا جلالة الملك، بس نفسنا تتكلم معانا. قال لهم النهاردة عيد ميلادي وتعامد الشمس عليا هنا وفي الأقصر. طيب عملت ايه؟ قال له: ما انا عملت حاجات كتيرة جدا. اهلا بيكم، انتوا اطفال مصر العظيمة، لازم يعيش في كل واحد فيكم يكون ملك وملكة. الفراعنة او اجدادنا المصريين لهم حاجات كتيرة جدا جدا. هي مصر دي بقالها 7000 سنة واكتر كمان، صاحبة حضارة عظيمة جدا جدا. هنقول ايه لما نسمع عن حكاية مصر؟ مصر كان اسمها أرض السواد، يعني النيل والطمي بيخلوا أرضها سودة جدا جدا. ليه؟ لأن الطمي شديد جدا والزرع فيها بيكون قوي. أسيل، تعرفي حاجة عن الفراعنة وغير المصريين؟ وانت قلتي لي ان انت ألفت كتاب، يعني ايه بقى؟ اسم الكتاب طريق إلى العلم، وجوه الكتاب بيحكي عن الحضارة التاريخية. ومثلا يعني هو الكتاب فيه أساطير كبيرة جدا وكتيرة، يعني منهم مثلا زي الملك خوفو وخفرع ومنقرع، إن هما اللي بنوا الأهرامات، وكانوا بيحافظوا على البيئة والنظام، وكانوا يعني بيحافظوا على النيل. ويعني ما كانش في حد زمان يلوث نهر النيل، وفي عدل طبعا، وكان بيعمل العدل بين الناس ومحاكم. وطبعا ان الاهرام دي فيها كنوز كبيرة جدا، وطبعا اكبر كنز هو الاهرامات، كنز كبير جدا من كنوز مصر. عشان نألف كتاب أو نعيش في الحياة بيكون عندنا عادات كتيرة جدا حلوة نلتزم بيها كأطفال ونلتزم بيها في المستقبل الجميل. قابلوا الملك رمسيس وعزفت الموسيقى العسكرية السلام لجلالة الملك رمسيس. وقف رمسيس ومسك الأطفال وقال لهم احنا بنحتفل بالأطفال وكنا بنهتم بيهم، وعندنا قسم: أقسم أني لا ألوث ماء النيل، أقسم أن أحافظ على الأطفال، أقسم أن أحافظ على ممتلكات الدولة. هنا القسم جميل جدا جدا. وقالوا له: طيب أنت كلمنا عن نفسك. قال لهم: أنا جوز الملكة نفرتاري. وكلمة نفر لحد دلوقتي بنستخدمها، يعني واحد، هات نفر نفرين، مش كده اللغة المصرية؟ ونفر يعني جميل، ونفر تاري وتيتي
يعني ذات الأنف الجميل، إنها أنف جميل. طب قال له هي من مصر؟ قال له هي من أخميم، من صعيد مصر، ملكة جميلة جدا جدا، وأنا قدرت أن أهزم الأعداء اللي بيتعتدوا على مصر، وقدرت أن يعني يكون عندي نصبت ملك وأنا عندي 14 سنة. برضو ملك عيل، مش كده؟ وكلمة عيل احنا خدناها قبل كده ان هو طفل، ملك الايه؟ الطفل. طب في عادات يا آسر علشان تبقى قوي وانت طفل كده اهو تتمسك بيها؟ في عادات للكتاب، كتاب اسمه العادات السبعة. العادات السبعة دول أول عادة هي أكون مبادر، يعني أكون مسؤول عن نفسي، عن اختياراتي، عن مسؤوليتي، عن كل حاجة فيا. ودي العادة رقم 1. العادة رقم 2 هي إن أنا أبقى عندي هدف على حاجة، والهدف هيتحقق لما أنا أبقى عامل خطة، والخطة دي لو نجحت هعرف أحقق الهدف ده. ولو أنا ما عملتش خطة وعايزة أحقق الهدف فللأسف الهدف مش هيتحقق. برافو عليك. ايه تاني؟ القاعدة نمبر رقم 3 هي إن أنا أبقى يعني أفهم عشان أتفهم. الكنوز اللي سابوها أجدادنا المصريين من آثار ومن معلومات كتيرة جدا يعني عملوه. الملك رمسيس سأل واحد اسمه آسر، مش كده؟ ماسك سندوتش، قال له هذا الخبز من الحنطة؟ قال له يعني ايه حنطة؟ قال له يعني القمح، بتستخدموا القمح، النيل بيروي أرضنا ويطلع أجود أنواع القمح، ومصر كانت بتصدر القمح ده زمان إلى مستوى العالم كله، الحنطة بتاعتنا. قال له قال له لازم تاكل أكل إيه؟ أكل صحي من الحنطة والدقيق والبيض واللبن وغير ذلك يعني. قال له طب خلاص هنعمل إيه دلوقتي؟ قال له أنت شايف أصحابك انتشروا عند الملوك والملكات. قال والله في بنات راحوا عند الملكة نفرتيتي والملوك النساء، وفي أولاد عندنا. قال له اجمعهم علشان نعمل عيد ميلاد رمسيس. الفرق بين عيد الطفولة وعيد رمسيس ده 20 نوفمبر وده 20 أكتوبر قبلها بشهر. برضو بنحتفل بالملك العيل اللي نصب عنده 14 سنة. استفدنا ايه من حكاية رمسيس؟ التعاون والمشاركة، وإن يبقوا بيحتفلوا بأعياد بعض، ويكونوا يعني بيحبوا بعض وما يبقوش غيرانين من بعض. واحد يتعمل له عيد ميلاد فالتاني يزعل فما يحضرش العيد ميلاد ويبقى كله مبسوط. وأكتر حتة عجبتني إن هو لما أقسم إن هو مش هيوسخ النيل وإن هو هيحافظ على أطفال مصر كلهم. دي أكتر قصة عجبتني. شكرا ليك. وانت يا أسير؟ استفدت زي ما الملك رمسيس عمل، ان هو وعد واقسم فوفى بوعده وحافظ على البيئة. وبرضو لما قال ان احنا ناكل حاجات صحية ونعمل عادات صحية ونحتفل لناس او للملك رمسيس. جميل جدا جدا. لكن كان في سؤال عند بعض الأطفال، قالوا له انت واقف في المتحف كده لوحدك طول الليل وطول النهار؟ قال لهم أنا مش بشعر بالوحدة لأن أنا بين أولادي وأصدقائي، كل واحد عايش لوحده لازم يكون له أصدقاء. في أولاد تانيين في المتحف، بنت اسمها جنى راحت عند تمثال قديم قوي قوي قوي. جنى والملك مينا موحد القطرين. ملك مينا موحد القطرين ده وحد القطر الشمالي والجنوبي، كان قوي جدا. قال ما فيش فرق بين الشمال وبين الجنوب، علشان كده كان له تاجين، تاج عامل كده وتاج الشرق والغرب. قالوا له بعد انقسم الأطفال إلى أشياء كتيرة جدا، قال لهم أنا اللي وحدت القطرين
الشمال والإيه؟ مفيش فرق بين الشمال والجنوب. التاج الصعيد كان أبيض والشمال أحمر، لكن قالوا له في قلعة أنت بنيتها، قال له القلعة دي اسمها قلعة السلام. كل الناس هناك بيلجأوا إلى المدينة الفاضلة زي ما احنا قلنا، صح؟ بيعيشوا في سلام، مفيش كره، مفيش ضغينة. يعني إيه ضغينة؟ كره برضو وزعل من حد، مش كده؟ فقال لهم طيب ده القانون بتاعي ويدل على السلام. وبعدين القلعة اسمها من نفر، يعني تضم الناس كلها. قلنا نفر يعني واحد، مش كده؟ يعني واحد. وكانت مصر في ذلك الوقت عظيمة جدا، وعملت طريق الكباش. طريق الكباش اللي المصريين بعد ذلك فتحوا مصر كان اسمه منف. بلد اسمها ايه؟ منف. والآن هي 100 رهينة، وفي حتة في الجيزة هنا اسمها البدرشين، في اسمها 100 رهينة يعني. قالت له عفوا يا جلالة الملك، يعني ايه كلمة مينا؟ قال لهم مينا يعني ثابت، راسخ، قوي، صلب. دي كلمة ايه؟ مينا. سمونا مينا موحد الايه؟ القطرين. جنى قالت له يا جلالة الملك ايه هوايتك؟ قال له هوايتي كان الصيد، دايما بيصيدوا في البحر ويصيدوا في البر ويصيدوا غزلان ويصيدوا نعام وهكذا. يعني هوايتهم بيصيدوا اخر النهار، بياخدوا القناص كده او الشيء اللي بيصيدوا بيه ويطلعوا في جماعات، يمشوا في جماعات ويرجعوا في جماعات. ليه بقى؟ عشان يكونوا في امان وسلام. يكونوا في امان وسلام. وايه الجماعه يعملوا ايه؟ ايه فايدة الجماعة يعني مش لوحده؟ يعني مثلا لو في عمل لو خلصته لوحدك هيبقى في فرق بدل ما تخلصه مع الآخرين، يعني طريقة أسرع. جماعة مساعدة أفضل من الفرد. طبعا ربنا قال يد الله مع الجماعة، يد الله مع الإيه؟ مع الجماعة. فاحنا كل ما نكون جماعة كل ما نكون أقوياء جدا جدا. فالملك مينا قال لازم نهتم بتسجيل كل حاجة نقوم بيها. جائزة الدولة للمبدع الصغير تخصص الجائزة للمبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 سنة. تقدم الجائزة في مجالات القصة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف والغناء، التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية. آخر موعد لاستلام الأعمال يوم 31/12/2023. تقدر ترسل عملك من خلال موقع الجائزة ckb.eg. خلصت كده حلقتنا من برنامج كاتب وكتاب، يا رب تكونوا استفدتوا.